ما تنجز يا عم لمبي، هو كل شويه تبص في الحاجه ولا ايه؟ لا يا عم كابو، ما انا مش كل مره اخد على وشي اظبطها لي. يا عم كابو قلت لك بلاش اللمبي ده متعب. هات يا لمبي الحاجه وما تجيش تاني يا عم. يا جدعان عيب اللي انتوا بتعملوه ده مكان اكل عيش. خلاص يا حبيبي عرفت انت عايز ايه. امير خلص. خد يا حبيبي ال 200 جنيه دول خليهم عشانك. يا عم انا مش عايز فلوس، انا عايزكم تتكلوا على الله. صدق انت عيل قليل الادب وعايز تتربى. بس يا معلم ايه اللي انت بتعمله ده يا ابو اياد؟ شوف ابنك ابو اياد بالله عليك، احنا معادينك هنا بالحب، غير كده هنتعامل معاك. انتوا هتخوفونا ولا ايه؟ احنا بنخافش. ولا بس عيب لا مؤاخذه معلم كابو، بس احنا بنتكلم ان الجيران بتشتكي من اللي انتوا بتعملوه ده. بقول لك يا ابو اياد ابنك قليل الادب واحنا اكتر ناس بنطلب منك مشاريب يا عم. بقول لك يا ابو اياد اذا كان على الشارع اديني بقولها في نص الشارع، اللي ليه الهوا مننا احنا قاعدين. سمعت يا ابو اياد الكلام؟ هتمشي بالحب ولا نكسر كراسي؟ اقول لك ايه يا حبيبي، احنا ما بنخافش واللي عندكم اعملوه. ولد بيقول لك هيكسر كراسي. لا مؤاخذه معلم كابو قدامي. جدع يا ابو اياد اشتريت نفسك. وانت يا لمبي مش ناوي تمشي ولا ايه؟ يا معلم كابو انا عايز امشي من بدري بس المكنه عطلانه بنزين، معكش شويه بنزين؟ حلو يا لمبي، غالي والطلب رخيص، انزل من على المكنه وهات بنزين وتعالى هتلاقي المكنه زي ما هي. لا على ايه، المكنه دارت والحمد لله. يا لمبي ارض